أمتنا أمة منصورة ظاهرة باقية مستمرة إلى قيام الساعة، لا تضعف وتنهزم في ناحية إلا وتقوى وتنتصر في ناحية أخرى. وشواهد التاريخ ناطقة. عندما ضعفت الدولة العباسية ظهر السلاجقة منقذين من سيطرة الباطنية، وعلى إثرهم ظهر نور الدين الذي تصدى للهجمة الصليبية على الديار الشامية، وظهر الغزنويون ينشرون العلم والجهاد في سبيل الله في البلاد الأفغانية والهندية. ولما ضعف الإسلام في الديار المغربية والمصرية ظهر صلاح الدين منقذا بالدولة الأيوبية. ولما استعصت على الأمويين القسطنطينية استسلمت للدولة العثمانية وتحققت البشارة النبوية. ولما أخرج المسلمون من الأندلس انتشر الإسلام في وسط أفريقيا والجزائر الأندونيسية. وهكذا شمس الإسلام لا تغرب في ناحية إلا وأشرقت في أخرى. ولئن تداعت علينا الأمم كلها فانظروا كمثال كيف تقف الشام أمام هذه القوى كلها. وهل سمعتم بريح زلزلت أحدا؟ هيهات هيهات ما أحد بمنتقل. إنها أمة يقيض الله لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. لا يوجد اليوم أمة تحمل ميراث النبوة غير هذه الأمة. لا يزال الله يغرس فيها غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. جوال تذكر.